كنا بنتكلم على إن الناس يعني اعتبرت إن أبو إسماعيل يعني خلاص هو الولد، بقوا كلهم ماشوا وراه، عملوا كل الكلام ده علشان خاطر أبو إسماعيل، وإحنا ما نعرفش مين أبو إسماعيل ده أصلا. بس هو أبو إسماعيل ده ظهر إمتى يا جدعان؟ وطبعا في حاجات من دي كتير يعني، والناس ما اعرفش ما بتسألش نفسها، يعني في أسئلة الناس ما بتسألهاش، زي مثلا موضوع الأخ الفاضل عبد المنعم أبو الفتوح، مش اسمه كده برضه؟ الراجل ده يا جدعان معروف طول عمره إن هو راجل يعني من الناس التقيلة في الإخوان المسلمين، وإذ فجأة يعني البرنامج الانتخابي بتاعه بيدل إن الراجل ده عايز يقيم دولة مدنية. مستحيل. مستحيل طبعا. وفجأة الإخوان بقوا بيدعموا قيام الدولة المدنية. مش هينفع طبعا. الناس ما بتسألش نفسها الأسئلة دي ولا مدنية مين يا عم؟ إذا كان هو شعاره يعني بالإسلام هو الحل، وناس تطلع ماشي تقول لك الإسلام هو الحل، بس اللي هما بيعملوه ده مش ده الإسلام للأسف. الإسلام هو الحل، طبعا هو الإسلام هو الحل، ولو احنا مشينا يعني أقمنا دولة إسلامية على الشريعة الإسلامية اللي موجودة في القرآن وفي السنة، ده وضع تاني خالص طبعا. تمام، أنا ما عنديش ده أي وضع مانع، تاني تمام، أنا ما عنديش مانع برضو بس بنفس الشيء. للأسف الناس اللي هتعمل كده ناس مع راسها بنت وسخة، ما يعني ناس بوشين، ناس عايزة مصلحتها وخلاص. احنا اللي انا شايفه ان الناس اللي في الصورة نفسهم ناس من يعني طريقة التعامل بتاعتهم المدنية، واللي احنا شايفينه منهم في موضوع الانتخابات والمجلس الشعب وغيره وغيره، ان الناس دي يعني ما فيش حد منهم تقريبا على قدر الكافي من العلم بقواعد الدين الإسلامي علشان ينادي بقيام دولة إسلامية. هتنادي بقيام دولة إسلامية على أساس علمك أنت اللي هو ناقص أصلا أو غلط؟ أو إزاي؟ مزقوق، إزاي؟ أو مزقوق من منظمات ما. معلش، ما الناس دي خلاص بقى عليها شبهة. طيب فما ينفعش وبعد نمشي كده وراها. أنت ساعتها ما لا يعني أنت غير مؤهل إن أنت تمثل الإسلام، وغير مؤهل إن أنت تمثل دولة إسلامية وتبقى زيك زي إيران. يعني غير مؤهل من الآخر، مع احترامي الشديد لكل بني آدم بدقن، أو كل الناس اللي في الإخوان المسلمين، أو كل الناس اللي هياخد الكلام على نفسه عامة يعني. مع احترامي الشديد أنا مش شايف، أو أنا لا أظن إن في واحد من الناس اللي أنا قلت عليهم دول عنده قدر العلم الكافي من الدين الإسلامي. لا أنا لا أظن. والله أعلم في الآخر، يعني نرجع نقول والله أعلم عشان الناس تقول لك إيه. طبعا الله أعلم، بس ده يعني وجهة نظري. لأن أنت لو عندك العلم الكافي بالدين الإسلامي ما تعملش حركات السياسة الوسخة، تبقى إنسان صريح ويعني ولو أنت راجل كلمتك واحدة. إسلامي، لا، ولو أنت راجل إسلامي المفروض ما تتدخلش في السياسة أصلا، سيب السياسة لبتوع السياسة. لا ماشي، ما يمنعش إن أنت تبقى راجل مسلم وتبقى في السياسة. لا، أنا عادي قصدي تبقى راجل مسلم وتبقى في السياسة وكل يعني شيء. عندك مثلا أردوغان بتاع تركيا، مم. راجل متدين وإسلامي محترم، بس كان بينادي الدولة إيه؟ مدنية، صح؟ تمام. وبيحكم بما يرضي الله، عشان كده البلد في سنوات صغيرة ازدهرت واقتصادها بقى أقوى من اقتصاد أي دول تانية في أوروبا. ما هو بالعكس. كلام مظبوط. ليه؟ عشان راجل محترم ما بيسرقش، ما بيعملش حاجات سياسية قذرة، مؤمن بمبادئ معينة، أو مبادئ ما للأسف مش موجودة في ناس كتير دلوقتي. لكن واحد زي أبو الفتوح دوت أنا أصدقه ليه؟ واحد زي أبو إسماعيل متهبت وخلاص وميت ولازم يبقى رئيس. معلش، يعني أمشي وراه ليه؟